ازيكم حبايب قلبي؟ في بقى حاجه كده طالعه كده ترند، اللي هو بيتزا الكريب او كريب البيتزا. حلوه قوي وجميله جدا. يلا بقى نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام، وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت كده حلو لاختكم، ونبتدي نسمي بسم الله. اول حاجه كده هنجيب بيضتين، وهنبتدي ان احنا نضربهم في بوله كده اهوت. بس مع البيضتين هنحط معاهم حوالي 3 معالق من الزيت كبار، يعني ربع كوبايه من الزيت لو انت مثلا بتحبي ان انت تعايري كل حاجه. وبعد كده هحط معاهم كوباية ونص من اللبن أو الحليب، عادي بدرجة حرارة المطبخ، كوباية ونص، يعني حوالي 300 جرام. بالكوباية المعيارية اللي هي ال 200 جرام هنحط ملح، نحط فلفل أسود، وهبتدي أحط زعتر مع الخليط بتاعي دوت، رشة كده من الزعتر. تمام كده. هبتدي بقى بعد كده هنضربه ضرب كويس بالويسك او بالمضرب العادي. بس انا حبيت ان انا ادمج كله مع بعضه، بتظبطي الملح بتاعك ادمج كله مع بعضه، فضربته بالهاند بلندر او بالخلاط عادي جدا. كل حاجه هتضربيها مع بعضها، بس انا حبيت اوريكم الخطوات. تمام. هضرب شويه بقى بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين كده. هضرب ضربة بقى كده بسيطة عشان خاطر بس كله يندمج، ما يبقاش فيه زلال من البيض طالع معايا. وهكون في الوقت ده مجهزة معايا كوباية وربع من الدقيق. دقيق متعدد الاستخدامات، ما فيهوش اي بيكنج باودر، ما فيهوش اي خميرة خالص. حاجة كده بسيطة وخفيفة تنفع في الفطار الصبحية، تغيري لولادك، او كمان غدا كده بسيط، او تعملي عشوائية بسيطة بالليل لو هم العيال جعانين وعايزين حاجة بسيطة بديل البيتزا، ولا عجن ولا فرد ولا اي حاجه. كله على بعضه وهندخله الفرن. طريقه سهله وبسيطه جدا جدا. هنا هو هقلبه كويس جدا، لان لو في اي تكتلات من الدقيق او مخرز الدقيق معايا، فلازم تاكدي ان هو الخليط يبقى انسيابي معانا وكويس. هنا زودت الملح، حبيت ان انا اضيف شويه من الملح عشان خاطر اظبطه. هنا بتجيبي اي صينيه عندك، فيحبذ ان انت تجيبي صينيه الومنيوم وتشتغلي فيها عادي من غير ورق زبده. الورق الزبده دلوقتي بقى مضروب يا جدعان، بجيبه اونلاين مضروب، اجيبه من عند بتاع المستلزمات الورقيه مضروب. تجيبيه بقى الغامق الفاتح، كله ما بقاش حلو خالص الورق الزبده. انا بقول لكم نصيحه، فانا دي عشان انا عملت على الصاج، فانا قلت احط تحت منه ورق زبده يساعد ان هو يطلع. فطلع الورق الزبده رديء جدا جدا، انما الوصفه هايله هايله هايله. تمام كده. فانتوا لو عندك صينيه الومنيوم او صينيه بايركس اعملي فيها عادي جدا. ده صاج 30 في 40. عندك اي حاجه بقى، لانشون حطي، لانشون فراخ، لانشون لحمه حطي، طماطم متقطعه صغير جدا، فلفل الوان لو عندك، تمام. ما عندكيش فلفل اخضر هيقوم بالغرض وزياده. عندك عايزه الحاجه سبايسي، ممكن تحطي فلفل حراق. زيتون، تحطي بقى شرايح من الزيتون. انا عملت نص الصاج بالخضار لان ولادي ما بيحبوش اي نوع من الخضار، والنص التاني باللانشون، اللحمه والفراخ مع بعض. حطي بقى زيتون، حطي اي حاجه انت بتحبيها. بعد كده هنحط بقى جبنه موتزاريلا، كميه بقى حلوه كده من الجبنه الموتزاريلا. وعندك شرايح من الجبنه الرومي، قطعيها وفتفتيها عليها. انا حطيت بردك شرايح من الجبنه، قطعت كام شريحه كده من الجبنه الرومي عشان تديها طعم، لان طبعا الموتزاريلا بتبقى دلع، انما الجبنه الرومي ليها طعم وليها ريحه. واخد بقى الصينيه بتاعتي دي ادخلها على الفرن، درجه حراره 180 او 200، على الرف الوسط. بتاخد لها حوالي نص ساعه. ممكن تشغلي الشوايه على اخر 5 دقائق. تمام كده. بتسلكي الاطراف بتاعه الصينيه بتاعتك، وتبتدي ان انت بتقطعيها التقطيعه اللي تناسبك واللي انت بتحبيها، وبتطلعيها عادي جدا. عايزه اقول لكم والله يا جماعه هي حلوه جدا وجميله جدا. اسوأ ما في الموضوع هو الورق الزبده. اجي اطلعها من ورق الزبده مش راضيه تطلع، اجي اطلعها من ورق الزبده هتتفرفت معايا. فانا حبيت ان انا اوريها لكم. انما انا بعد التصوير طلعتها بالراحه، كانت هديت شويه وابتدت انها تريح، فطلعتها ورقه الزبده بشويش وطلع معايا. انما وهي سخنه كده لا. فانا ما انصحكمش تعملوا ورق الزبده. انما الوصفه ممتازه جدا جدا، اللي هي بديل البيتزا او كريب البيتزا. تحفه تحفه تحفه، جربيها ومش هتندمي ابدا ان انت هتعمليها. لو وصلت لحد هنا بتتفرجي على الفيديو، اتمنى منك تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، ومتابعه على صفحتي مطبخ ملك. واتمنى كمان منكم ان انتوا تدخلوا الصفحه بتاعتي وتقيموا المحتوى. ولو عجبكم اي فيديو اعملوا لي لايك، وما تنسوش تشيروا الفيديو لكل حبايبكم واصحابكم، وتقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. انا من مصر ام الدنيا.